الناقي ديال الدار البيضاء القديمة، كل حيط عنده قصة وكل باب مخبي سر. ولكن بعض المرات هاد الأسرار كتخرج للضوء وكتولي جريمة كتسنى اللي يحلها اللغز ديالها. هذه قصة ديال المحقق حسن، اللي ماشي غير كيقلب على القاتل وإنما كيحفر على الحقيقة اللي مدفونة في قلب المدينة، وفي قلب ديال جريمة غامضة بطالتها فنانة ماتت وخلات وراها ألغاز مرسومة على لوحات ديالها. السلام عليكم، معكم بيبو، واليوم غادي نشوفوا القصة ديال هاد الفنانة اللي ماتت مع المحقق حسن من كتاب ديال فاطمة الزهراء السيوطي. نهار بارد في كازا، كنت واقف في واحد الزنقة ضيقة في المدينة القديمة، الشجر ديالها مغطي بالغبابر. الجيران كانوا مجموعين والفضول باينة في عينيهم. كنشوف فيهم واحد بواحد. عاد دورت وجهي للجثة ديال السيدة فاطمة، السيدة اللي لقاوها مقتولة في بيتها. فاطمة كانت فنانة كترسم، عندها شي 50 عام وساكنة بوحدها. كيبان أنها ماتت مخنوقة، ولكن اللي حيرني هو أن الباب كان مسدود من الداخل وما كاين حتى شي اثار ديال شي حاجه تهرسات. هادشي اللي خلى المحققين الاخرين حاروا وما عرفوش منين يبداو. ولكن انا لاحظت واحد الحاجه غريبه في الارض حدا رجلي. كاينه طريفات ديال الزاج مهرس وزليجه فيها شي اثار ديال صباغه حمراء. عرفت ديك الساعه ان هادشي ماشي عادي، وهذا ماشي موت عادي، انما جريمه قتل. ان هاد الاثار الصغير هو اللي غادي يكون المفتاح ديال هاد القضيه. دخلت لبيت المعيشة أو بيت النعاس، وكانوا اللوحات ديال فاطمة معلقين على الحيوط. أغلبهم كانوا كيهضروا على الطبيعة، الشجر والورد. ولكن واحد اللقطة تارت الانتباه ديالي وكانت مختلفة، مرسومة فيها زنقة قديمة وكتشبه الزنقة اللي ساكنة فيها لاله فاطمة. اللوحة كانت نصف مكملة، بزاف ديال الألوان كانوا حداها، يعني يلاه بدات كترسم فيها. لاحظت واحد النقطة حمراء غريبة في وسط اللوحة، ماشي بحال الألوان اللي كانت كتستعمل. شكيت أن هاد النقطة عندها شي معنى. هزيت اللوحة باش نشوفها مزيان، ولقيت في ظهرها مكتوب البحث عن الصباح. ما فهمتش ديك الساعة شنو كتعني هاد الكلمة. رجعت لمكان الجريمة وطلبت من الشرطة يقلبوا على أي حاجة كتربط بين الجثة واللوحات. واحد من الشرطة لقى واحد الورقة مدفونة في الزبل فيها كود مكتوب. منين شفت الكود عرفت أن فاطمة كانت باغا توصل شي رسالة قبل ما تموت. هاد الكود شنو هو السر ديالو وكيفاش غيوصلني للقاتل؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه مع بعضياتنا. الكود اللي لقيت في الزبل كان عبارة على سلسلة ديال الأرقام والحروف: 43 دبليو، 12.3 ان، 54 او. كيبان أنه إحداثيات ولكن ماشي كاملة. رجعت اللوحة وشفت فيها مزيان ولكن ما بان ليا والو. عاودت قلبت في الدار ديال فاطمة ولقيت واحد الكتاب قديم ديال الشعر مخبي تحت واحد الكرسي. الكتاب كان مطوي على واحد الصفحة كان فيها بيت شعر كيهضر على البحر والموج. هادشي خلاني نفكر ان الكود ما كيتعلقش بشي مكان في الارض، ولكن بشي حاجة عندها علاقة بالبحر. قلت لواحد الشرطي يمشي للارشيف ديال البحر ويشوف اللوحات اللي كانت رسماتها فاطمة قبل. بعد شي ساعة عيط ليا وقال لي انه لقى شي لوحات كيشبهوا اللوحات اللي عندي. اللوحات كانوا على البحر، ولكن ماشي بحر عادي وانما بحر كيتعلق بالليل. هادشي كان غريب حيت فاطمة كانت كترسم على المناظر الطبيعية. هاد اللوحات كانوا كيكشفوا على الجانب الاخر من شخصيتها. الورقة اللي كان فيها الكود كان فيها شي أثار ديال شي حاجة مكتوبة بقلم الرصاص. شفت فيها مزيان ولقيت أن شي حاجة كانت مكتوبة فوق منها وممسوحة. استعملت واحد التقنية ديال الشرطة باش نجبد المكتوب، ولقيت المكتوب أنه هو الأمواج. هادشي كان كيعني أن القاتل كان قريب من فاطمة وربما كان كيعرفها مزيان. فكرت واش الموج هو اللقب ديال القاتل. فيديوهات المراقبة ديال الزنقة كانوا كيبينوا واحد الراجل واقف في الزنقة نهار الجريمة، لابس كاسكيطة ومغطي وجهه. كان كيبان انه كيتسنى شي حد. هاد الراجل كان عنده واحد العلامة غريبة على السروال ديالو، واحد الرشم ديال قارب صغير. الرشم ديال القارب ذكرني بالبحر. ربطته بينه وبين انا هو الموج. توجهت للمينا ووريت الصورة ديال الراجل للناس اللي كيكونوا تما. واحد السيد كبير في العمر قال لي انا كنعرفه وان سميتو رشيد. رشيد كان كيخدم في المينا وكان معروف انه كيبني قوارب صغيرة. هادشي خلاني نفكر ان رشيد هو القاتل.
طلبت من الشرطة يراقبوا رشيد، لقيناه كيخرج من دارو كل ليلة وكيمشي لواحد البيت قديم وكيخبي فيه شي حاجة. فاش دخلنا لقينا بزاف ديال اللوحات ديال فاطمة، ولكن كانوا كلهم ناقصين من شي حاجة. رشيد كان كيقلد اللوحات ديال فاطمة وكيبيعهم، ولكن علاش قتلها؟ كل لوحة من اللوحات اللي لقينا عند رشيد كان فيها شي حاجة ناقصة، شي ورقة، شي وردة، شي سطر. داكشي علاش ما كانوش كيكملوا اللوحات ديال فاطمة. لكن منين جمعتهم لقيت فيهم رسالة كانت كتهضر على واحد الكنز قديم مخبي في واحد المكان مجهول. هذا الكنز هو اللي كان رشيد كيقلب عليه، وكان كيظن ان فاطمة عرفاته. اللوحات المقلدة كان فيها خريطة، كل لوحة كانت فيها جزء صغير من الخريطة. منين جمعتهم بانت واحد الخريطة ديال شي مكان قديم في المدينة القديمة. كان المكان هاد المكان كان معروف عند هاد المكان ما كان معروف عند حتى شي واحد. الخريطة كانت كتشير لواحد المكان كان معروف باسم بيت الليل. بيت الليل كان واحد الدار قديمة مهجورة. منين دخلت لقيت بزاف ديال الكتب قديمة وأدوات ديال الرسم. فاطمة كانت كتستعمل هاد المكان كاستوديو خاص بها في وسط البيت. لقيت واحد القفل قديم، القفل كان فيه شي أرقام، وكنت متأكد أن هاد الأرقام عندها علاقة بداك الكود اللي لقيت في الأول. جربت داك الكود اللي هو 43 دبليو 12.3 ان 54 او على القفل، ولكن ما تحلش. رجعت للورقة اللي فيها الكود ولقيت أن الحروف دبليو ان او كان مكتوبين بخط مختلف. هادشي كان كيعني شي حاجة. فكرت أن دبليو كتعني الشتا، ان كتعني الليل، و او كتعني الصباح. هادشي كيربط مع العنوان اللي لقيت في اللوحة الأولى للبحث عن الصباح. جربت الكود مرة أخرى، هاد المرة استعملت الكلمات الشتاء، الليل، الصباح. القفل تحل، لقيت واحد الصندوق صغير فيه دفتر قديم وكتاب كبير. الدفتر كان ديال فاطمة وكاتبها فيه كلشي، كيفاش عرفات على القاتل وكيفاش كانت باغا تكشف عليه. الدفتر كيكشف على ان القاتل ما كانش رشيد، ولكن شخص اخر، شخص كانت فاطمه كتعرفه مزيان وكانت كتعاونو، سميتو يوسف. يوسف كان صحفي كيبحث على الاسرار ديال المدينه القديمه. يوسف كان كيستعمل فاطمه باش يوصل للمعلومات، وفاش عرفات انه غيقتلها قررت تخبي هادشي في اللوحات ديالها. فاطمه كانت كتعرف ان يوسف كيبحث على شي حاجه عندها علاقه بالتاريخ القديم ديال المدينه، وكانت كتستعملو باش تاخذ المعلومات. كانت كتستعملو كانه هو اللي غيكمل ليها اللوحات ديالها. يوسف كان كيبان ليه ان فاطمه كتعرف شي حاجه مهمه، كان كيعرف انها كتستعمل اللوحات ديالها باش تخبي الاسرار ديالها. فاش حس بالخيانه قرر يقتلها. الدفتر كان فيه دليل اخر، واحد الخاتم ديال الفضه كان عند يوسف. الخاتم كان فيه رمز ديال الموج، هادشي كيشرح علاش كتب انا هو الموج على الورق. لقيت يوسف واحد القهوة وواجهته بالدليل، هو ما قدرش ينكر، كان عارف ان كل شيء غيتكشف في الاخر. يوسف اعترف بالجريمة ديالو، قال لانه كان كيحلم يكتشف اسرار المدينة القديمة، وفاطمة كانت هي المفتاح ديالو. كان كيعتقد ان القتل هو الحل الوحيد. يوسف قال ان فاطمة كانت باغا تكشف على الاسرار ديال المدينة القديمة باش دير معرض كبير. هادشي هو اللي خلى يوسف يقتل فاطمة. يوسف قال باللي كاين لوحة أخيرة مخبية. هاد اللوحة ما كانتش عنده، كانت عند الصديق ديال فاطمة. توجهت لصديق فاطمة ولقيت عنده اللوحة الأخيرة. اللوحة كانت مرسوم فيها يوسف، ولكن الوجه ديالو كان معالبو مطموسين. هادشي كان كيعني أن فاطمة كانت كتخاف منه. اللوحة الأخيرة كانت فيها رسالة أخرى، كانت كتقول لا ثقة في الصحافي. فاطمة كانت عارفة أن يوسف غادي يقتلها شي نهار. القضية تسالات، القاتل يوسف والسبب الكنز اللي كان كيقلب عليه. ولكن أنا مازال عندي سؤال، شنو هو السر اللي كيهضر عليه الكتاب القديم؟